انزل كتاكيت في الوقت الحالي ولا بلاش؟ سعر الكتكوت غالي وناس كتيرة محتارة ما بين ان هي تسكن او تستنى، وبقالنا فترة بنقول مقاطعة والكتكوت هينزل والكتكوت مش بينزل. فبيجي بعض الناس بتسأل بقى هنعمل ايه، هنسكن ولا هنستنى؟ طيب انا كلامي ده يا جماعة موجه للناس اللي هي بتربي تربية منزلية، الناس اللي هي بتربي اعداد على قدها. سعر الكتكوت بالنسبة للناس اللي بتربي تربية منزلية مش هيفرق معاها كتير. كون ان الكتكوت يكون ب30 او يكون ب40، ده مش هيحدد معايا المكسب والخسارة. المكسب والخسارة اللي هيحدده أوزان الفراخ، عدد الناس اللي عندي، أسعار البورصة وقتها. والدليل على كلامي نرجع كده من حوالي شهرين، كان سعر الكتكوت 20 جنيه وأقل وأكتر في بعض المناطق. هل كل الناس اللي سكنت الكتكوت ب20 جنيه حققت مكسب؟ أكيد طبعا لا، مش كل الناس اللي سكت الكتكوت ب20 جنيه حققت مكسب. ليه؟ لأن الحرارة العالية وانقطاع الكهرباء كان مؤثر على الأوزان، وكان في نافع عالي في الفراخ بسبب الحرارة العالية. ده غير كمان البورصة اللي نزلت والفراخ بقت برخص التراب. يعني سعر الفرخة وقتها كان زي سعر الخضار اللي احنا بنطبخه مع الفرخة، والرز والطماطم والبطاطس. الكلام ده كان من حوالي شهرين. طيب في الوقت الحالي أنا عندي كتكوت ب40 مش ب20. بس في نفس الوقت انا عندي جو مناسب للتربيه، لا هو الحراره العاليه اللي هتاثر عندي على الفراخ، ولا هو البرد الساقع او اللي هيستهلك معايا تدفئه كتير. يعني انا لو حسبتها كده، ان انا لو هنزل كتكوت في الوقت الحالي وهنزل بعد شهر، اكيد الكتكوت اللي هينزل بعد شهر هيستهلك معايا تدفئه، سواء اذا كنت انا بقى بدفي عدد صغير باللمبه او بدفي بالغاز. فاستهلاكي في الكهرباء او في الغاز هيكون اكبر من ان انا انزل في الوقت الحالي او ان انا انزل بعد شهر. ده غير كمان ان في احتمال كبير ان الاسعار الفراخ في الفتره اللي جايه ترفع، لان في عدد كبير من المربيين ما سكنش. فالطلب على الفراخ في الفتره اللي جايه هيكون اكتر، والعرض طبعا هيكون قليل، فبالتالي سعر الفراخ هتغلى. في الوقت ده انا ما خسرتش. لو انا مربي عدد صغير على قد بيتي فانا كده عملت اكتفاء ذاتي، مش هروح اشتري فرخه سعرها غالي. ولو انا هبيع فهبيع بسعر عالي وهبعوض سعر الكتكوت اللي انا اشتريته غالي. طيب هفترض بقى اسوأ الاحتمالات ان يكون اسعار البورصه وقتها في النازل. برضه في النهايه انا مربي تربيه منزليه اعداد قليله، يعني في النهايه انا مش منزل كام الف. مش مضطر ان انا اجيب تاجر واديله بسعر البورصه. ممكن ان انا ابيع فراخ يا اهالي، انزل 2 3 جنيه وابيع للناس الاهالي، فان شاء الله مش هيكون فيها خساره. الناس بقى اللي هتقول لي احنا المفروض نبقى مقاطعين عشان سعر الكتكوت ينزل، اللي بيربي له من 50 ل 100 ولا 200، ده مش هيأثر في إنتاج الشركات. يعني الشركات مش بتنتج كتكوت عشان تبيع للناس الأهالي بس، فبالتالي ما أظنش إن الناس اللي هي بتربي تربية منزلية هتأثر في المقاطعة بأي حاجة. ده يا جماعة رأيي أنا، وريت اللي عنده رأي مخالف يتفضل يقوله. الاختلاف طبعا ده شيء وارد جدا، كل واحد وليه رأي مختلف عن التاني. اللي عنده رأي مختلف يتفضل يكتبه في التعليقات. بالنسبة يا جماعة للفراخ دي، عشان في ناس كتير بتسألني عن أعمار الفراخ لما بكون بنزلها فيديو زي كده، عمر الفراخ دي 34 يوم. دعواتكم بالتوفيق وربنا يصلح الحال لينا جميعا.